بيبدأ الفيلم بسفينة فضائية راجعة للأرض ومعاها 4 عينات لطفيليات غريبة جدا، ولكن فجأة السفينة دي انفجرت ووقعت على جزيرة من جزر الفلبين، وكل اللي كان عليها مات ما عدا واحد بس، وكان عايش بسبب إن عينة من الطفيليات دخلت جوه جسمه. وبعدها جت الإسعاف وأخدته، ولكن وهم في الطريق للمستشفى الطفيلي بدأ يتحكم في الشخص ده وضرب كل اللي في عربية الإسعاف لغاية ما العربية اتقلبت. وبعد كده خرج من جسم الشخص ده ودخل في جسم دكتورة الإسعاف، والدكتورة بدأت تتحرك اتجاه وكالة لايف الفضائية واللي صاحبها اسمه دريك. والدريك ده بقى بيحاول يلاقي طريقة يخلي بيها البشر يعيشوا في الفضاء. وفي الناحية التانية شخص اسمه إيدي وخطيبته آن اللي بتصحيه قبل ما تنزل شغلها علشان هو كمان ينزل شغله. إيدي بيكون مراسل صحفي في التلفزيون، وأول ما بيوصل شغله بيطلب منه المدير إنه يروح يعمل مقابلة تلفزيونية مع دريك صاحب وكالة لايف الفضائية المشهورة. ورغم إن إيدي رافض إنه يقابل دريك لأنه معروف بإنه مش كويس، إلا إنه بيوافق غصب عنه علشان خاطر المدير أصر إنه يروح. وبالليل بيخرج إيدي مع حبيبته آن، وبعد كده بيروحوا. ولما كانت آن في الحمام راح فتح اللابتوب بتاعها وفضل يقرأ في الملفات السرية الخاصة بوكالة لايف الفضائية واللي هي بتكون بتشتغل فيها. وتاني يوم فعلا إيدي بيقابل دريك وبيبدأ اللقاء الصحفي معاه، وبدأ يتكلم معاه عن الصواريخ والسفن الفضائية وعن كل حاجة تخص الوكالة. ومش بيسكت إيدي عند كده، بدأ يسأل دريك عن العمليات المشبوهة اللي بيعملها عنده في المختبر بتاعه على البشر. ووقتها دريك مش بيرد عليه، كمان بيطرده من الوكالة خالص بسبب اللي عمله إيدي. بيطرد من شغله، كمان آن بتطرد من شغلها. ولما آن قابلت إيدي فضلت تزعق له وتتخانق معاه لأنه استغلها من غير ما تعرف، واديت له دبلته وسابته ومشي. إيدي وقتها اتضايق جدا وراح على البار وفضل يشرب كتير. وفي نفس الوقت في المختبر عند دريك كان معاه دكتورة اسمها دورا، وكانوا بيفحصوا ال3 عينات الطفيلية اللي اتبقت في السفينة بعد ما وقعت. وبدأ يعمل على الطفيليات تجارب بإنهم يحطوا معاهم حيوانات ويشوفوا هتندمج معاها ولا لأ. فلما شاف إن الطفيليات فعلا اندمجت مع الحيوانات أمر دكتورة دورا بإنها تبدأ تعمل التجارب دي على البشر. وفعلا بدأ يجيب عدد كبير من المتشردين ويحبسهم مع الطفيليات عشان يندمجوا معاهم ويشوف إيه اللي هيحصل. ولكن كل التجارب بتفشل، والطفيلي بعد ما بيدخل جسم المتشرد بيبدأ يعذبه وفي الآخر بيموته. وطبعا مش بيفرق مع ديريك حاجة وبيجرب على متشرد غيره. ولكن دكتورة دورا ما عجبهاش اللي بيعمله دريك، وعلشان كده راحت لإيدي لأنها عارفة إن حياته اتدمرت بسبب دريك، وقالت له إنها ممكن تساعده علشان يفضح دريك. ولكن إيدي اتعصب عليها لأنه مش مستحمل إن دريك يأذيه أكتر، وراح لآن علشان يحاول يصالحها ويرجع لبعض تاني. ولكن لقاها ارتبطت بواحد تاني غيره واسمه دكتور دان. بعد ما فقد الأمل وشاف إن حياته كلها اتدمرت رجع في كلامه وكلم دكتورة دورا واتفق معاها إنها تدخله المختبر من غير ما حد يشوفه علشان يعرف يجيب أي دليل يفضح بيه دريك. وفعلا قدرت الدكتورة دورا إنها تدخله وتعدي بيه من الأمن وتدخل بيه جوه المختبر. ولكن كان في واحد من الأمن في المبنى بيلف في المكان وكان هيشوفهم، بس دكتورة دورا دخلت إيد المختبر وقفلت عليه وهي وقفت تلهي فرض الأمن ده. بعد ما دخل شاف كمية كبيرة من الناس ميتة، وشاف ناس محبوسة في غرف زجاجية، وكان منهم واحدة هو يعرفها اسمها ماريا. فبسرعة من غير ما يفكر حاول يساعد ماريا وكسر زجاج الغرفة، بس ماريا لأنها كان جواها طفيلي هجمت عليه. فإيدي وقتها زقها بعيد وفضل يجري علشان يهرب لأن جرس الإنذار كان ضرب. ولكن كان الطفيلي خرج من جسم ماريا ودخل جسمه هو. وأثناء ما إيدي كان بيهرب شافوا الحراس وبدأوا فعلا يطاردوه. ولكن إيدي بقى جواه طاقة كبيرة ومش طبيعية لدرجة إنه كان بيمشي على الحيطان وبينط بقوة عالية جدا، وسرعته زادت جدا بسبب الطفيلي اللي بقى جواه. وبعد ما إيدي هرب من الحراس رجع بسرعة على بيته. بعد فترة مش كبيرة حس بإنه جعان جدا، راح فتح التلاجة وبدأ ياكل بطريقة مش طبيعية وأكل كتير جدا لغاية ما تعب ودخل الحمام عشان يرجع. ولما بص في المراية اتفاجئ بشكل غريب بيظهر في وشه، فاتخض جدا وأغمى عليه. وتاني يوم لما فاق ونزل الشارع حاول يكلم آن علشان خاطر يروح لها ويحكي لها إيه اللي حصل معاه والحاجات اللي شافها في المختبر. ولما عرف إنها في المطعم مع دان راح لها على طول. وأثناء ما كان في الطريق الطفيلي اللي كان جواه بدأ يتكلم معاه بصوت مسموع لإيدي بس، وكان بيقول له إنه جعان. فراح إيدي بسرعة لآن وكان عايز يوريها الصور اللي صورها في المختبر امبارح، ولكنها طبعا ما شافتش أي حاجة ومركزتش لأنها كانت مركزة مع تصرفات إيدي الغريبة اللي فجأة دخل حوض السمك بتاع المطعم وبدأ ياكل السمك وهو نايم. وطبعا أصحاب المطعم كانوا هيبلغوا الشرطة، ولكن منعهم دان واعتذر لهم وقال لهم إن إيدي
ايدي مريض عنده وهو هيتصرف معاه. وبالفعل اتحركوا كلهم على المستشفى، ودكتور دان دخل ايدي جوه غرفة الرنين المغناطيسي علشان يكشف على حالته. واول ما اشتغل الجهاز بدأ ايدي تحصل له تشنجات ويتحول بسبب صوت الجهاز العالي جدا. فقفل دان الجهاز وخرجه على طول واطمن عليه، ولما لقى حالته مستقرة قال له ان النتائج هتطلع بكره. فسابه ايدي وروح بيته. تاني يوم كلمته ان وقالت له ان النتائج طلعت، ودان بيقول ان في طفيلي في جسمك. فقفل معاها ايدي وراح لجاره المزعج واللي كان مشغل موسيقى بصوت عالي جدا، وطلب منه بعصبيه وهو تقريبا شبه متحول وصوته يخوف، وطلب منه انه يوطي صوت الموسيقى. فطبعا خاف جاره من شكله ودخل قفل الموسيقى خالص. في نفس الوقت ده بقى كان دريك عرف كل حاجة حصلت وبدأ يحقق في اللي حصل، واستدعى الدكتورة دورا وهددها علشان تعرفوا مين اللي كان معاه في المختبر. وبسبب التهديد ده خافت دورا وقالت له على ايدي، فأمر الحراس بتوعه انهم يروحوا يجيبوه. اما دورا فحبسها مع طفيلي، وللأسف بعد ما اتعذبت ماتت. وبعد شوية راح الحراس عند ايدي، واول ما شاف عددهم وان معاهم اسلحة كتير رفع ايده فورا وسلم نفسه. ولكن الطفيلي بدأ يتحكم فيه وينزل ايده وفضل يضرب الحراس ويقتل فيهم بطريقة رهيبة وغريبة في نفس الوقت، وجري نط من الشباك. ولكن باقي رجالة دريك كانوا بره وجروا وراه وبدأوا يطاردوه. فأخد ايدي الموتوسيكل بتاعه وفضل يجري بيه بطريقة احترافية جدا، لأن طبعا الطفيلي هو اللي بيتحكم فيه. وبعد مطاردات كتير من العربيات قدروا رجالة دريك إنهم يخبطوه ويوقعوه على الأرض، وحصلت كسور كتير لإيدي في كل حتة في جسمه. وفجأة قام وقف كأن ما حصلوش أي حاجة، لأن الطفيلي شاف كل الكسور اللي عنده وتحول بالكامل لوحش عملاق واللي اسمه فينوم، وبدأ يقتل رجالة دريك وكمان أكل راس واحد منهم. أما في المختبر عند دريك فبعد ما حبس دكتورة دورا مع الطفيلي وماتت، مات كمان معها الطفيلي، وحاليا مفيش غير الطفيلي اللي في جسم ايدي. فاتصل بسرعة برجالته وأمرهم إنهم يجيبوا ايدي حي، لأنه مش مستعد إنه يخسر آخر طفيلي موجود. وطبعا ما يعرفش إن في واحد تاني واللي كان هرب من السفينة أثناء ما كانت بتقع، واللي كان في جسم دكتورة الإسعاف زي ما شفنا في أول الفيلم. أما ايدي فراح على شغله اللي اتطرد منه علشان يقابل مديره ويوري له الصور اللي معاه ويفضح دريك. وقبل ما يدخل المبنى كلمته آن وعرفها مكانه، بس قال لها ما تجيش. وحاول ايدي انه يدخل مكتب المدير ولكن منعوا الامن عن الدخول. فخرج ايدي تاني من المبنى وبدأ يفكر ازاي هيقدر يطلع لمكتب المدير. فبدأ فينوم يتكلم معاه وعرض عليه انه يساعده ويتحكم فيه ويدخله المكتب بسهولة، وطبعا وافق ايدي. وفعلا اتحول ايدي لفينوم بالكامل وبدأ يطلع على جدار المبنى من بره لغاية ما وصل لشباك مكتب المدير ودخل جوه المكتب. فساب ايدي موبايله على المكتب وكتب رسالة للمدير انه يشوف الصور اللي موجودة على الموبايل. ولما جه ايدي يخرج طلب منه فينوم انه يخرج بنفس الطريقه اللي دخلوا بيها، ولان ايدي كان جبان خاف جدا فقرر ينزل في الاسانسير. واول ما فتح باب الاسانسير اتفاجئ ايدي بقوه كبيره من الشرطه واقفه قدامه وبتحاول تقبض عليه، وبالفعل ضربوا عليه نار. فتعصب ايدي وتحول لفينوم وبدأ يضرب فيهم كلهم، وما كانش بيأثر فيه أي طلقات أو حتى قنابل. وبعد ما خلصت المعركة الكبيرة دي بص ايدي وراه لقى آن واقفة وشافته وهو بياكل راس شرطة، فاعتذر لها على اللي شافته وطلب منها إنها تساعده، واتحركوا على المستشفى. نرجع بقى للطفيل الرابع واللي كان في جسم دكتورة الإسعاف. وبعد ما مشيت شوية وصلت للسوق ووقفت قدام بياع سمك واخدت سمكة وفضلت تاكلها وهي نية بطريقة غريبة. طبعا البياع ما عجبوش اللي عملته فبدأ يزعق فيها، واصدقائه كمان اتلموا عليها، ولكن هي بدأت تتخانق معاهم وتضرب فيهم وتقتلهم كلهم. وطبعا دي كلها تصرفات الطفيل اللي جواها. وبعد كده وقفت قدام ست عجوزة وخرج الطفيل من جسم الدكتورة ودخل في جسم العجوزة، وبعدها اتنقل من جسم التاني لغاية ما دخل في جسم بنت صغيرة واللي كانت حاليا وصلت لوكالة لايف الفضائية. وهناك قابلت دريك وبدون أي مقدمات لمست جسم دريك، وهنا خرج الطفيلي من جسمها ودخل في جسم دريك. نروح مرة تانية بقى لإيدي وآن اللي وصلوا دلوقتي المستشفى عند دان. فقال لهم دان إن إيدي عنده ضمور في قلبه وممكن يموت في أي لحظة. ولما سمع فينوم الكلام ده اتعصب على دان ومسكه من رقبته وكان بيهدده إنه هيقتله. فشغلت آن جهاز الرنين المغناطيسي بتردد عالي جدا، وكانت دي هي نقطة ضعف الطفيلي. فبدأ يتشنج وخرج من جسم إيدي، وإيدي اترمى بره الغرفة خالص، وفي ثانية واحدة
قفل دان باب الغرفة واتحبس فينوم فيها. أما إيدي لما شاف نفسه بقى حر ساب المكان ومشي، ودان كان مصدوم طبعا من كل اللي شافه، وبدأ يتناقش مع آن ويتكلموا. وأثناء ما كانوا بيتكلموا بصوا جوه الغرفة ملقوش فينوم، واللي خرج من فتحة التكييف فضل يتحرك لغاية ما خرج ودخل في جسم كلب كان موجود في المستشفى. ولما كان إيدي خارج من المستشفى جم رجالة دريك تاني وخدروه وأخدوه معاهم لعند دريك، واللي كان شايف كل ده من بعيد الكلب واللي كان جواه فينوم، فراح عند آن علشان يدخل جواها وينقذ إيدي بقى لما رجالة دريك خطفوه وودوه مكان دريك ربطوه وفضلوا يعذبوا فيه لغاية ما دريك وصل وبدأ يسأله عن مكان فينوم. بس طبعا إيدي ما قالش أي حاجة، فراح دريك متحول لشكل الطفيلي اللي بقى جواه وكان اسمه ريب، وسأله مرة تانية فين فينوم. طبعا إيدي خاف جدا ولكن ما تكلمش برضه ولا قال أي حاجة، فأمر دريك رجالته إنهم ياخدوا إيدي على الغابة ويقتلوه. ودريك كان عايز فينوم حاليا علشان ريوت قال له لو لقيت فينوم أنا هاخدك ونروح نجيب باقي العشيرة بتاعتي ونهجم على الأرض مع بعض. وطبعا لأن دريك شخص سيء جدا ومش طبيعي فرح جدا ووافق على طول. أما إيدي قبل الحراس ما يقتلوه بثواني ظهرت آن واللي كان جواها فينوم وأنقذوه وقتلوا الحراس كلهم. وبعدها خرج فينوم من جسم آن ودخل في جسم إيدي، وبعد كده ساب آن في الغابة ومشي علشان يلحق دريك قبل ما يعمل المصيبة اللي هتدمر العالم. أما دريك فكان بيشغل السفينة الفضائية بتاعته علشان يتحرك هو وريت ويروحوا يجيبوا باقي العشيرة بتاعته. لما حد من اللي شغالين معاه حس إن دريك مش على طبيعته وحب يوقف كل حاجة، حس ريوت بالكلام ده وفي لحظة قتله هو وكمان كل الموجودين في المكان وجري على السفينة قبل ما تنطلق. إيدي جه هو فينوم وبدأوا يضربوا في ريوت وحصلت معركة كبيرة وكانوا الاتنين بيضربوا في بعض بقوة هايلة جدا، وكان ريوت قوي جدا وكان خلاص هيخلص على فينوم وإيدي. ولكن آن وصلت الوكالة وشافت قدامها اللي بيحصل، راحت شغلت الميكروفون بتردد عالي جدا، وطبعا علشان دي نقطة ضعفهم خرجت الطفيليات من جسمهم هما الاتنين ووقعوا كلهم على الأرض. لكن ريت رجع لدريك تاني بسرعة وضرب إيدي في بطنه، أصابه إصابة جامدة جدا وطلع على طول على السفينة، وكان خلاص إيدي هيموت. فرجع تاني فينوم ودخل جوه جسمه ولحقه وطلعوا هما الاتنين على السفينة وفجروها تماما، ودريك وريت جواها وماتوا. أما إيدي فطبعا بقدرة فينوم على الشفاء ما حصلوش أي حاجة خلال الانفجار. وبعد كل المشاكل دي قعد إيدي مع آن بعد ما اتصالحوا، بس طبعا ما رجعوش لبعض. وكمان قال إيدي لآن إن فينوم مات وقت الانفجار وإن هو حاليا عايش بشكل طبيعي. بعد شوية مشي إيدي وساب آن، ولكن بدأ يتكلم معاه فينوم واللي طلع ما ماتش ويقول له انه جعان وانه محتاج ياكل راس بشري. فبيرفض ايدي ولكن بيقول له انه ممكن ياكل راس بشري فعلا بس يكون من الاشرار وهو اللي هيحددهم له. وبعد شويه دخل ايدي سوبر ماركت يشتري شويه حاجات، فشاف حرامي بيحاول يسرق فوقفه بسرعه وخلى فينوم ياكل راسه على طول. واخر حاجه بنشوفها ان الحكومه بتستعين بايدي علشان يعمل تقرير مع مجرم، ولما بيدخل ايدي على المجرم بيلاقيه محبوس في سجن شديد الحراسه، ولما بيتكلم معاه بيقول له انه قريب هيخرج وكل حاجه هترجع زي الاول. مين الراجل ده وايه قصته؟ ده اللي هنشوفه في الجزء الثاني من فيلم فينوم. وبيخلص الفيلم واشوفكم الجزء الجاي ان شاء الله. لو عجبك الفيلم بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.